السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. بشكر كل فانزاتي من كل البلاد على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله. اللي اول مره يشوفني ما ينساش الاشتراك ولايك حلو كده، لايك جميل، عشان ايه الفيديو يوصل لاكبر عدد. نشوفوا بقى اللي احنا شايفينه كده مع بعض ده. كوارع بتتكلم عن نفسها بجد. طشه كده بالخل والثوم كده في الاول، والشوربه تنزل عليها بقى وعصير الليمون. محبين الكوارع كده فاتهم جاعوا من المنظر. شوفوا الجمال بقى، حاجه كده جميله خطيره. الفته بقى البيضه ولا الشوربه بقى بتاعت الكوارع كده، حاجه كده بيضه لبن حليب كده، تحفه ودايبه وجميله. والبنات الصغننين بقى والعرايس الجداد هنتعلم مع بعض النهارده طريقه الكوارع بكل سهوله وبدون زفاره. وكل اللي هياكلها منك هيقولك انت عاملاها ازاي، وهيقول عليكي شطوره. بص بقى يا قلبي، سمي الله وصلي على الرسول. هتجيبي كده الكوارع الاماميه، ما تجيبيش الكوارع الخلفيه، تجيبي الكوارع الاماميه عشان بتبقى حلوه كده وملحمه وجميله زي ما انتم شايفين. طبعا بنغسلها وننقعها بقى بليمون وملح ودقيق. طبعا انا حطيت الدقيق ايه بعدها، بس لازم ليمون وملح ودقيق عشان بيشيل زفاره الاكل بتاع المذبح يعني. بنشطفها بقى شطفه حلوه كده. وهنعمل ايه مع بعض؟ هنشطفها تشطفها بقى، لان يعني بين العظم والتاني كده يعني الزفره تنزل منه يعني. طبعا كان الكوارع بيضه وزي الفل، وما شاء الله يعني على الجزار اللي بايعها، ربنا يبارك له بجد. هنحطها بقى، هنجيب حله كده فيها ميه تغلى على النار. يعني قبل ما تغلي تنزلي بقى بالكوارع. حلو الكلام، خطوه بخطوه اهو. بس طبعا يا ست البنات ويا ست الكل كده، لو وصلت لحد هنا حطي لي لايك حلوه كده عشان يرفع الفيديو معانا. هننزل بالكوارع بقى يا حبيبه قلبي. هتاخد ايه تقلبتين كده، ونقوم ايه شايلينها من على النار، يعني تغلي غلوه واحده عشان تطلع الزفاره بقى والريم اللي فيها. طبعا اللي يقول لك الكوارع ما تتغلاش وتكب ميتها، انا ما اعرفش الكلام ده، لان كده غلط، بيبقى فيها زفاره والله. بنجيب بقى طبق نحضر فيه حاجه التشويح بقى، مستكه كده وحبهان تفتحيه عشان الطعم ينزل في الشوربه، وورق لورا. وجيبي بصلايه بقى كده تغسليها وتفتحها كده ايه، تقسميها اتنين كده من النص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مش هياخد بقى لا جزر ولا طماطم ولا الكلام ده، لان هي الكوارع اصلا يعني لما تكون واثقه في الكوارع كده وجايباها حلو مش هتحتاجي كل ده. طبعا ايه غلى وعمل ريم كده بقى، طبعا دي الزفاره. هتكبيه في مصفى بقى وتغسليه واحده واحده كويس جدا تحت الحنفيه، وتدعكي بين العظمه والعظمه عشان بيبقى فيها ايه الشوائب بتبقى ايه متحشره فيها. تمام. وتحط في طبق نضيف. اللهم صل على النبي كده، صلوا على رسول الله. لازم لو هتعملي في نفس الحله لازم تصبناها كويس جدا زي ما انتوا شفتوا كده معايا. مش هتعملي في الحله تجيبي حله تانية ايه نظيفه نشفت كده من الميه بتاعتها على النار. ننزل بقى بزيت سمنه لا، لان احنا هنعمل طشه التوم بالسمنه. هتجيبي بقى شويه زيت كده حلوين، وتنزلي بقى ايه بالمستكه والحبهان والورق اللورا والبصله. اما المستكه تسيح كده معاكي تنزلي بالكوارع، وتمسكي الحله بقى. طبعا دي مش هينفعها معلقه، تمسكي الحله كده وترفعي ترفعي ترفعي تقلبي وايه لحد ما تتشوح شويه كده، لان اللهم صل على النبي كانت مش نافعه تتقلب ايه بمعلقه، مع ان المعلقه كانت كبيره. وتنزلي عليها بميه مغليه او ميه من الحنفيه عادي مش فارقه. طبعا ما تحطيش ملح الا لما تدخل في السوا وتلاقيها دايبه كده. هتغلي بقى كده، هنغطي عليها دلوقتي على نار عاليه. طبعا بعد ما تغلي بقى على نار عاليه هتهدي عليها النار سهريه. عايزه بقى تعملي يا ست الكل تعملي فتتك بالصلصه الحمراء، هتجيبي معلقه سمن بلدي وتقومي محمره فيها كده معلقه كبيره توم، ونازله بالخل وعصير طماطم او طماطم مبشوره، عليها رشه سكر، عصير طماطم تقيل، ومعلقه صلصه معلبه. ما فيش صلصه معلبه مش مشكله، وملح وفلفل. وتسيبيها تتسبك، وتحطي الكوارع فيها وتدخليها تحت الشوايه في الفرن. دي لو عايزاها بالصلصه. طبعا هنا كانت الكوارع استوت، حطينا لها الملح طبعا الحياء بقى اللي يعجبكم، لان هي اخدت ملح يعني حبه حلوين. شوفوا الشوربه بيضه ولونها زي الفل والله العظيم، والبصله دابت. وايه بقى، انا ما بحبش الكوارع بس انا دقت شوربه، يعني دقت مش شوربه معلقه واحده شوربه، ما اكلتش كوارع. هي انا عشان مش متعوده اكلها، هم يعني عندي اهلي بياكلوها
وعندي ابني من ولادي بياكلها. مفيش حاجه اسمها زفاره خالص. جربي بطريقتي، ولو طلع فيها حاجه قولي لي في الكومنتات. هنطفي عليها بقى. طبعا هتحمصي عيش في الفرن. الفته بقى اللي انا عملتها دي، انا كنت معروفه طبعا، حمصت عيش في الفرن بقى عشان هم كلهم بياكلوا في صينيه واحده. حمصت عيش في الفرن. انا بعد من طبعي للفته بحمصه في معلقه زيت كده في الطاسه على النار، وايدي فيه، بس عشان الكوارع سمينه بقوم محمصاه في الفرن كده، واقوم ايه حاطه رز. بتطبخي رز ابيض عادي برضو من غير سمنه، بزيت بس حطي فيه فص مستكه وحبهان. الرز بتاع الفته هيعجبك جدا. وتقومي بقى حاطه الكوارع كده شايلاها، هما بيحبوا الكوارع شوربه. تشيلي الكوارع بقى تحطيها، وتعملي طشه بقى الخل والثوم البيضه. تجيبي معلقه سمن بلدي كبيره، تنزلي بالثوم تحمريه، تنزلي بالخل. بعد ما تنزلي بالخل تنزلي بايه بكبشتين 3 شوربه من بتاعه الكوارع دي. دي الصلصه البيضه اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو، اللي انا نزلت على الفته كده وعلى الكوارع بيها. وبعد كده تنزلي بالشوربه، وبعد كده بقى الليمون. وبألف هنا وعافيه على قلوبكم يا حبايبي، والله العظيم. شوفوا بجد تحفه. تنزلي بقى بالليمون وتاكلي. هم من حلاوتها اصلا كانوا مستعجلين عليها. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.